دلوقتي يا دوبك نعمل شويه المخلل بتوعنا في البيت. هخليكم النهارده تعملوا احلى حته مخلل ممكن تاكلوه، فريش وصابح وقرشته تجنن، ملح مظبوط ولون وطعم ما يتوصفوش، وباذن الله يقعد معاكم طول شهر رمضان. وحقيقي بعد الفيديو ده هنستسهل الوصفه جدا، خصوصا لما تلاقوه احلى من بتاع بره والمحلات. كل مشكلته معايا اني رايحه وجايه الصراحه بفتح البرطمان واكل منه. هنحط بقى في برطمان المخلل المشكل بتاعنا كل الاصناف اللي بنحبها. هحط خيار وجزر وقرون شطه ليمون وقرنبيط ولفت، وكمان بخلل كرنب وبيبقى طعمه خطير. اول حاجه اللفت بغسله كويس جدا وببتدي اقشره من القشره بتاعته. انا طبعا اللفت عندي مش زي اللفت الحلو كده بتاع مصر، فدي احسن حاجه عندي يعني. هقشره وانضفه كويس جدا. هعمل معاكم للمخلل اللفت تقطيعتين، ودي طريقه منهم. بقطعه 4/4 بالشكل ده. هحتاج قرنبيطه او زهره زي ما بتسموها يعني، وهغسلها كويس برضو وابتدي افصصها بالشكل ده. انا محتاجه بس الوردات، يعني بقطع العنق بتاعها ده واحتاج الورد بس. عايزينه بقى حجمه كبير تفصصوه حجم صغير اللي يريح. الخيار عندي غسلته كويس جدا ونشفته من الميه بتاعته وابتديت اقطعه. تقدروا تقطعوه بالسكينه، لو مش عندنا السكينه المشرشره دي عادي خالص، يعني الشكل والحجم يرجع لكم. انا بقطع الخضار بتاعي حجمه وسط كده، مش صغير قوي يعني مش رفيع قوي ولا محمل قوي. الجزر نفس الحكايه، بقطعه من النص وبعدين كل نص على حسب حجمه اقطعه على 4 أو على 6. قرون الشطه الخضراء بسيبها زي ما هي كده، والحمرة بقطعها كده قطع صغيره بتبقى جميله قوي. اللفت في وصفه المخلل المشكل بقطعه نفس الشكل بتاع الخيار والجزر بالطريقه دي، ودي الطريقه التانية لللفت عشان كل الخضار المشكل يبقى شكل واحد. وده كل الخضار اللي انا محتاجاه في المخلل المشكل. كده ظبطنا الشكل كله وخليناه يفتح النفس. نيجي بقى للاهم وهي التتبيله بتاعته. هاخد الليمون واعصره عصره خفيفه كده، اخد منه شويه صغيرين من العصير بتاعه، وبعدين ارفعه في ميه نظيفه على النار غلوه واحده بس وبشيله من الميه. هعمل شويه هريسه كده تقدروا تستخدموها جاهزه، قرن شطه احمر حامي مع فلفل احمر بارد، وهضربه كويس في الكب. وعلى عصير الليمون هضيف معلقه كبيره من السكر وهرسه الشطه اللي احنا لسه عاملينها، و4 معالق كبار مليانين من الملح، معلقه صغيره مليانه من الكركم بتعادل لون الهريسه الحمراء عشان تظبط لون المخلل معانا، معلقه صغيره مليانه من العصفر لو متاح، رشه حلوه كده من حبه البركه اذا بتحبوها. ودي طريقه المخلل المصري على اصوله، احلى طعم ولون بفضلهم تقريبا. برطمانات مغسوله كويس جدا ومتعقمه وناشفه من الميه نهائي، وهكبس فيها المخلل بتاعي كويس قوي. الخضار كله هكبسه، يعني اضغطه كويس وضيفوا كميه حلوه، وبعدين هنزل بخلطه المخلل اللي احنا لسه عاملينها. خلي بالنا انا لسه ما ضفتش اي سوائل. هحتاج بقى في كل الوصفه دي 1.5 كوبايه من الميه، تكون ميه غليتها قبل كده وسبتها تبرد تماما واستخدمها عشان اضمن ان الميه متعقمه كويس. البرطمان تقريبا هيتملى ميه ربعه بس، ايا كان حجم البرطمان عندي هضيف ربعه بس ميه، وربع كوبايه من اي نوع زيت نباتي، زيت ذره او زيت زيتون اللي تحبوه متاح عندكم. وقلبوا لي البرطمان كويس قوي كده علشان الخليط يتغلغل في البرطمان كله. ليه ما ضفتش سوائل كتير؟ لان الخضار لسه هيفقد ميه كتير جدا، وانا نوع المخلل ده بالذات مش عايزاه له ميه كتير. يعني كل يوم هتلاقوا ان كميه المخلل في البرطمان بتقل شويه والميه بتزيد عندنا. وكل يوم ادخل المطبخ اشقلب البرطمان، يوم اخليه على وشه ويوم اخليه على ظهره عشان المخلل كله ياخد تسويه. نيجي للنوع التاني من المخلل بقى، وده مفيش مطبخ مصري بيخلى من البرطمان ده. هحط لفت وقرنبيط وكرنب، وهحط بنجرايه كامله مقطعها 4/4، والمحلول النقع لتر ميه مغلي قبل كده وسبته يبرد تماما، وضفت عليه معلقه كبيره من السكر. ولتر الميه تقريبا بيعادل 4 كوبايات من مج الشاي الازازي العادي. لكل كوبايه ميه معلقه كبيره من الملح. وهضيف الزيت بتاعي، وبعد كده بكمل مليان للبرطمان على الاخر ميه، عشان الميه بتاعته اصلا لوحدها خطير. وما قدرتش استحمل بقى بصراحه اسكت، انا فتحت البرطمانات بعد 3 ايام بس، لكن الطبيعي والمفروض ان احنا نفتحه على الاقل بعد 5 ايام ل10 ايام تقريبا، خصوصا ان احنا مش حاطين خل، والخل هو اللي بيسرع من عمليه التخليل. لكن انا ما حطيتوش علشان انا عايزه المخلل يفضل كده ماسك نفسه لحد رمضان، يستوي براحته يعني. طبعا مبدئيا كده الريحه لوحدها تفتح النفس، ده غير البرطمانات اللي زي الفل ونظيفه وما عملتش اي حاجه على الوش ابدا، ومحافظين على لون الخضار وقرشته، والخضار كله اخد من طعم بعضه. واسمحوا لي بقى افتح نفسكم ببرطمان المخلل الاحمر، شويه ميه مخلل يفتحوا النفس لون وطعم. حقيقي احنا عملنا لوحه فنيه بعيدا عن الطعم والجمال اللي ما يتوصفوش. وقد ايه باين ان الخضار فريش كده ومش مهري، ده غير انه معمول بنظافه وبايدينا وتحت عينينا. بعيدا بقى عن كل ده،
عايزه اقول لكم ان وجود البرطمانات لوحدها على رخامه المطبخ فيها سعاده كده وراحه ما تتوصفش بصراحه. انا كده خلصت برطمانات المخلل بتاعتي النهارده خلاص. متاكده من سهولتها وبساطتها وحلاوتها وقد ايه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوا وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم وتعملوا لي لايك وشير للفيديو لو استفدتم مني. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.